خطوة لو عملتيها هتتجنبي كل كميات الاكل الزيادة اللي انتي بتاكليها بعشوائية بدون ما تبقي عارفة انتي بتاكلي ايه وازاي. تابعيني عشان تعرفي النهاردة. اهلا بيكي، معاكي دكتور نورهان لطفي، اخصائيه التغذيه الحدسيه ضد الدايت، واللي عن طريقها بعلمك ازاي تعيشي حياه متوازنه صحيه بدون شراهه وبدون اكل عاطفي وفي نفس الوقت بدون دايت. قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد ينزل من القناه. ويلا بينا نبدا. الخطوة اللي لو عملناها واتكلمت عليها في الفيديو اللي فات هتوفر علينا كتير جدا من كميات الاكل العشوائي اللي احنا بناكلها. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن فكرة انواع الجوع وازاي نعرف نفرق بين كل نوع والتاني، وقلنا ان في حاجة مهمة جدا هي اللي هتخليكي تعرفي تتحكمي في كميات الاكل اللي انت بتاكليها او في انواع الاكل اللي انت بتاكليها لو انت مش جعانة فعلا، وهي الاكل بوعي. يعني ايه بقى كلمة الاكل بوعي؟ الاكل بوعي يعني ابقى مركزة وانا باكل. مركزة يعني ايه؟ مركزة وانا باكل، مركزة وانا باكل يعني عارفة اركز في الانواع، الكميات، اللي ابقى حاضرة وانا باكل بمعنى اصح. طيب ده ببساطة كده هيوفر عليا ايه او هيخليني اتجنب فكرة الاكل العشوائي ازاي؟ تخيلي معايا ان انتي بتبقي قاعدة في السينما وبتبقي مثلا بتاكلي فشار على طول، بتلاقي نفسك بتبصي كده في طبق الفشار او في الكرتونة الفشار، بتتفاجئي ان هي خلصت. انا خلصت الكمية دي امتى؟ خلصت ده ازاي؟ ايه كل اللي انا اكلته ده؟ ما بتبقيش عارفة انتي اكلتي ليه. ليه؟ علشان في فكرة الوعي والحضور الذهني، وان انت ما بتبقيش فعلا مركزة انت اكلتي كمية قد ايه. ده اللي بيحصل، وهو ده العكس فكرة الاكل الواعي، الاكل اللاواعي او الاكل العشوائي. ان انت ما بتبقيش مركزة، فبالتالي وقتها ممكن هتاكلي كميات كبيرة جدا وما تبقيش عارفة انت اكلتي الكمية دي كلها امتى او ازاي. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تتحكم في فكرة ان انا اقدر اكل بوعي او ان انا ما اقدرش اكل بوعي وان انا اكل بسرعة واكل بعشوائية او الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات؟ ببساطة الحاجة الاساسية اللي تخليكي تعرفي تتحكمي وان انتي تعرفي يبقى وعيك زايد وذهنك حاضر وانتي بتاكلي، الجوع. كل لما الجوع بتاعك بيزيد وكل ما معدلات الجوع بتاعتك بتزيد، كل لما الوعي بتاعك بيختفي تماما والمنطق بيختفي كل الاختفاء وقت الاكل. تخيلي انت راجعه بعد فترة طويلة ما كلتيش فيها 6-7 ساعات ما كلتيش مثلا فيهم، وراجعه من الشغل تعبانه جدا، قرفانه جدا وجعانه جدا. هتقومي تعملي ايه؟ هتفتحي التلاجة واي حاجه قدامك ايا كانت هي ايه، صحيه مش صحيه، كتير قليل، هتلاقي نفسك بتاكلي منها كميات كبيره وبدون ما تفكري. بدون ما تفكري ليه؟ عشان انتي جعانه. جسمك دلوقتي مش بيدور على ان هو يمنطق الامور، ولكن عايز يحمي نفسه، وبيبقى نوع من انواع السيفتي او من نوع من انواع الامان بالنسبه له ان هو ياكل دلوقتي بالكميه دي بدا عشان يحافظ على نفسه ويحمي نفسه من ان هو هيغمى عليه من كميه من ان السكر الدم قليل فيه. فاول عدو للاكل بوعي هي الجوع. تاني عدو للأكل بوعي المشتتات اللي حواليكي. المشتتات اللي حواليكي زي ايه؟ زي الموبايل، التلفزيون، ان انتي تبقي في وسط دوشة وحد عمال يطلب منك حاجة من هنا ومش عارف ايه بيطلب منك حاجة من هنا والدنيا زحمة والكلام ده كله. طب يعني هل ده معناه ان انا هقعد اكل لوحدي؟ يعني هقعد اكل لوحدي كده في صمت كده بتأمل؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. ولكن الفكرة كلها والاساس في الموضوع ان المشتتات الكتير، وكل ما المشتتات اللي حواليكي زادت وانتي ما بتبقيش عارفة تعملي بابل لنفسك او مش عارفة تفصلي نفسك عن المشتتات دي، كل لما الاكل الوعي بتاعك هيبدأ ان هو يقل في الاكل، ومش هتقدري ان انتي تركزي انتي بتاكلي ايه وبتاكلي ازاي. يعني زي ما بنبقى في العزومات مثلا وعمالين ناكل ونتكلم والكلام ده كله. طيب
ازاي نقدر نركز او نعرف ان احنا ناكل بدون مشتتات؟ والمشتتات حوالينا كتير جدا على فكرة. اول حاجة نعملها ان احنا لما ناكل او لما نيجي ناكل يبقى مستويات الجوع بتاعتنا مستويات متوسطة، مش مستويات عالية. كل ما مستويات الجوع زادت كل زي ما قلنا الوعي بتاعنا بيبدأ يقل ومنقدرش ان احنا نمنطق الامور ابدا. يبقى دي اول نقطة. تاني نقطة ان وانا باكل احاول احط نفسي في بابل. هقول لنفسي قبل الاكل انا هركز في الطعم بتاع الاكل، في الملمس بتاع الاكل، في الريحة بتاعة الاكل، في انا باكل ليه اصلا، هل انا جعانة ولا مش جعانة، انا ايه الحاجة اللي مخلياني دلوقتي رايحة افتح التلاجة او رايحة اجيب الطبق ده واحط الاكل فيه. ايفن لو انا عايزة اكل معين يسليني او الكلام ده كله، هلاقي نفسي ان انا بركز اكتر ان انا عايزة اوصل ان انا استطعم الطعم ده، مش مجرد ان انا باكل وخلاص وان انا مركزة في حاجة تانية. فالحاجات دي كلها لما بقدر ان انا اعملها احط نفسي جوه البابل دي مهما كان حواليا من المشتتات. عارفة ان الامهات بتبقى عندها الموضوع معاها صعب جدا جدا ان هي تقدر انها تاكل بدون مشتتات، وطول الوقت ماما هاتيلي، ماما اعمليلي، ماما سويلي، الكلام ده كله. في هنا كذا حل ممكن ان احنا نعملهم. اول حل ان احنا نعمله ان احنا نحاول ناكل في الناب تايم او الوقت بتاع ان البيبي نايم او الطفل نايم او الكلام ده كله، دي حاجة. تاني حاجة ان انا احاول ان انا اخلي ده وقت الاسرة اللي احنا كلنا قاعدين بناكل، فاحنا كلنا مركزين في اكلنا وكلنا بناكل وقت الاكل ده. دي تاني حاجة. تالت حاجة ان انا اخد من جوايا قرار ان انا حتى لو مين طلب مني ايه، ان انا وقت ما حد يطلب مني حاجة هوقف الاكل واسيب الاكل، مش لازم اكل دلوقتي، هجيب الحاجة اللي انا مطلوبة مني ان انا اجيبها وبعدين ارجع اكل بنفس البابل او بنفس الطريقة، ان انا هستحضر الوقت اللي انا هاكل فيه، اركز في الطعم والملمس والريحة. وقتها هتلاحظي ان كميات الاكل بتاعتك اختلفت جدا. هتلاحظي ان انت هتقدري تسيبي الاكل بسهوله بدون ما تبقي تقولي هو انا اكلت كل ده امتى يا ربي، ولا انا عملت كل ده ازاي. مش هتلاقي نفسك بتقولي لنفسك الجمله دي. فمن الحاجات الاساسيه اللي محتاجه ان انت تركزي عليها، والمهاره اللي لو ركزتي عليها تقريبا هتخلصي من كميه اكل عشوائي انت بتاكليه في يومك كبير جدا، فكرة الأكل بوعي. أتمنى أن الفيديو يكون وصل لك الفكرة بطريقة بسيطة وبخطوات بسيطة تقدري أن انت تمشي عليها. وما تنسيش أن دلوقتي الماستر كلاس أسرار التوازن موجود ومتاح أن انت تاخديه معايا. أسرار التوازن أو الماستر كلاس ده ماستر كلاس لمدته يومين، خلالهم بتعرفي ازاي تعرفي تعملي توازن لاكلك، تعرفي تحكمي ازاي اذا كان اكلك متوازن ولا لا، ايه العادات اللي بتخلي الاكل بتاعك عشوائي، ايه الاسباب اللي ممكن ان احنا نتجنبها او نعرف نتخطاها، والحاجات اللي احنا لو تخطيناها الاكل بتاعنا هيبقى متوازن بدون فكرة الدايت. ازاي اعرف استمر على ده؟ لينك الحجز موجود عندك في الديسكريبشن بوكس. وما تنسيش ان الماستر كلاس ده متاح معاكي مدى الحياة علشان يوصلك لنظام غذائي متوازن، وهو ده بيبقى اول خطوة والمرحلة الانتقالية من فكرة الدايت والحرمان للحرية الغذائية اللي موجودة في التغذية الحدسية. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. ولو قدرتي تعملي شير وتعملي لي تاج على الانستجرام للفيديو ده هبقى مبسوطة جدا، لان ده هيساعد ان الفكرة تنتشر اكتر واكتر واكتر لناس اكتر. واشوفك في الفيديو الجاي.